أهلا بيكم. النهاردة بقى هنعمل أحلى حاجة ممكن تاكلوها في حياتكم، وهي كوكيز القهوة أو بسكوت القهوة. تهيألي مفيش اتنين بيختلفوا عليه. حاجة كده في منتهى اللذاذة مع الشاي أو القهوة، بجد حاجة آخر مزاج. يلا بينا نشوف اتعمل ازاي. أنا هنا مضاعفة الكمية، معايا 150 جرام من الزبدة و150 جرام من السمنة. ممكن تستخدمي زبدة بس أو ممكن تستخدمي سمنة بس. أنا هنا عملت ميكس ما بين الاتنين عشان تعرفي انه اصلا الاتنين واحد، بس الزبدة بتكون أحسن شوية. ما فيش مشكلة، واللي يريحِك برضه أنتِ اعمليه. الزبدة والسمنة هنا متماسكين، مش ساقعين من التلاجة لكن متماسكين، تتّكي عليهم تلاقيهم طريين شوية. هاضيف كمان عليهم 50 جرام من الزيت، وكمان 200 جرام من السكر البودرة. زي ما قُلت لكم أنا مضاعفة الكمية. إن شاء الله هاكتب لكم تحت في صندوق الوصف المقادير بالجرام وبالكوباية زي ما اتعودنا مع بعض. هاخد بقى كل الكلام ده وبالمضرب كده أو بالعجان وهاضربه لحد لمّا يتضاعف حجمه كده ولونه يكون أبيض زي ما إحنا متعودين في النواعم دايمًا، شايفين؟ بس أهم حاجة كل شوية هننزّل كده الخليط بتاعنا من على جوانب البولة أو من على جوانب الحلة بتاعة العجان، وهنرجع نخفق تاني المكونات كلها مع بعض. إحنا عايزين نوصل للقوام اللي أنتم شايفينه ده، بقى لونه كده فاتح، لونه أبيض، والكمية بتاعتنا اتضاعفت كده زي ما أنتم شايفين. هو كده القوام المثالي بتاعنا. هنبتدي بقى في الوقت ده نرجّع العجان تاني أو نرجّع المضرب تاني، وهنشغّلهم على السرعة العالية، وهنبتدي ننزل بالبيض بيضة، بيضة. أنا معايا هنا 4 بيضات، وبرضه زي ما قُلت لكم أنا مضاعفة الكمية، لكن نُص الكمية أنا هانزل ببيضتين بس، وهاسيب لكم كل المقادير تحت في صندوق الوصف. زي ما أنتم شايفين كده مش هابالغ أوي في الضرب بعد البيضة علشان ما ينفش معايا زيادة عن اللازم. أنا ضِفت هنا معلقة صغيرة من الفانيليا، وهاستمر بالخفق بس لمدة دقيقة. في الوقت ده هابتدي أجهّز بقى معلقتين كبار من قهوة سريعة الذوبان، قهوة سريعة الذوبان مش القهوة التركي الناعمة، أنتم أكيد فاهمينّي. وهانزل عليهم بمعلقتين صغيّرين من المَيّة، وهابتدي إن أنا أدوّبهم كويس أوي زي ما أنتم شايفين كده، وهابتدي أنزّلهم على الخليط. بعدها هاخفق بس لمدة دقيقة بس يا دوب القهوة تندمج مع الخليط بتاعي. هو ده القوام اللي أنا عايزاه في الآخر، كريمي أوي والكمية بتاعته اتضاعفت، وهو كده مضبوط أوي. هابتدي دلوقتي أجهّز الدقيق بتاعي، واللي هو حوالي كوبايتين ونُص من الدقيق، طبعًا دي الكمية اللي هي الأقل، تمام. هابتدي أنزل عليهم بمعلقة صغيّرة خالص من البيكنج باودر، ورشة بسيطة من الدقيق. هابتدي أقلّب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، اللي هي المواد الجافة كده مع بعضها. قبل ما أحط الدقيق على الخليط بتاعي، هابتدي أنزل بمعلقتين كبار من الكاكاو الغامق. كاكاو الغامق مش الفاتح. أهم حاجة إن أنتِ تصفّيه، لإن بيبقى في الكاكاو كُتل زي ما أنتم شايفين كده، لازم تتصفّى، علشان تبقى ناعمة معانا ما تبقاش مكتّلة جوّه الخليط، وعمرها ما هتفُك أبدًا بعد كده. فمهم أوي إن أنتِ ما تستغنيش عن الخطوة دي. هابتدي أقلّب الكاكاو كده زي ما أنتم شايفين مع الخليط اللي إحنا عملناه. في الوقت ده كده أنا دمجت الكاكاو مع الخليط، هابتدي أنزل بالدقيق بتاعي. طبعًا زي ما إحنا متعودين في أي معجنات أو نواعم بننزل بالدقيق واحدة، واحدة. وكل لمّا تحسي إن العجينة محتاجة دقيق بتحطي حوالي معلقة، معلقة أو معلقتين، معلقتين كده، لحد لمّا تحسي إن خلاص كده إن العجينة مش محتاجة دقيق تاني، علشان كتر الدقيق فيها هتخلّي العجينة تبقى ناشفة منِّك ومحجرة، وكمان هتشقق منِّك، وطبعًا الوصفة مش هتكون أحسن حاجة. هابتدي بقى زي ما أنتم شايفين كده، أنا ما رضيتش أجرّي هنا المقطع ده علشان تشوفوا مراحل العجينة كلّها. شايفين؟ في الوقت ده بقى استغنيت عن المعلقة، وهابتدي أعجن بإيدي كده. طبعًا إحنا مش بنعجن عجين، إحنا بس يا دوب بندمج المكونات مع بعضها مش أكتر من كده. شايفين؟ هي كده تمام أوي ومضبوطة. هتعرفي منين إن هي مضبوطة؟ هتجيبي بقى إيدِك كده اللي هي النضيفة اللي أنتِ ما عجنتيش بيها، وهتضغطي على العجينة كده، لو طلعت نضيفة يبقى هي كده مضبوطة جدًا، لكن لو العجينة لزقت في إيديكِ طبعًا يبقى محتاجة كمان معلقة من الدقيق. وحاجة كمان إن أنتِ ممكن تجيبي قطعة من العجين وهتبدئي تضغطي عليها، مش هتشقق منِّك وهتبقى ناعمة زي ما أنتم شايفين. هي كده العجينة بتاعتنا ممتازة. على طول بقى هنجيب الصينية بتاعتنا أو الصاج بتاعنا، وهنبتدي نكورها زي ما أنتم شايفين كده، وهنبتدي نعملها بشكل أسطواني.
طبعًا الصورة بتتكلم مش محتاجة شرح، وهابتدي بقى بأي أداة بقى أو معلقة، أنا استخدمت الأداة ديّة، بأي أداة زي كده أو معلقة أو سكينة، وتضغطي ضغطة بسيطة خالص، ما تنزليش للآخر علشان تكون زي حباية القهوة كده زي ما أنتم شايفين، ما تنزليش للآخر، أهم حاجة إن أنتِ تكوريها وتعمليها بالشكل الأسطواني اللي أنتم شايفينه ده، وكمان بتضغطي ضغطة بسيطة وما تنزليش للآخر بالسكينة أو المعلقة بتاعتِك. شايفين دي أهم حاجة علشان لمّا تستوي هتفتح منِّك جامد أوي، هي لازم تفرش حاجة بسيطة، لو نزلتِ بالسكينة بتاعتِك أو المعلقة للآخر فهي هتفتح منِّك أوي مش هيكون شكلها أحسن حاجة. هابتدي بقى أكمّل الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين كده، يكون الفرن في الوقت ده شغّال على درجة حرارة 180، ما تزوّديش عن كده، هتدخل على درجة حرارة 180 يا دوب كده تحسّي إن البسكوتة فكِّت من الصينية، يبقى هي كده تمام ومضبوطة وسواها مضبوط. بعد 15 دقيقة في الفرن ده بيكون شكل البسكوت ما شاء الله شكله تحفة جدًا، شايفين ما شاء الله في منتهى الجمال. أهم حاجة بعد لمّا يخرج من الفرن ما تحركيهوش خالص من مكانه علشان ما يتكسرش منِّك، عايزة أقول لِك إن هو بيكون ناعم أوي بيتكسر منِّك بسهولة، شايفين ما شاء الله مضبوط أوي والسِوَى بتاعه مضبوط جدًا، هنسيبه يبرد بقى وبعدين نقدّمه مع بعض. هتقدّميه بقى بالشكل اللي أنتِ عايزاه، ممكن تحطّيه في شوكولاتة وممكن لأ، بس أنا حبّيته بصراحة بالشكل التقليدي بتاعه العادي خالص، أنا باحبه كده وبافضّله كده أكتر. شايفين بقى من جوّه عامل إزاي؟ هش وخفيف ما شاء الله في منتهى اللذاذة بجد، مع الشاي والقهوة حاجة كده خطيرة. يا ريت لو وصلتِ لحد هنا ما تنسيش بقى الاشتراك في القناة واللايك والشير.